بس من اول هنا بقى بجد يا جماعه، علشان برضو لقيت برضو لسه يا عيني في طلبه متغربله وبتجادل وتناقش، ولا يدفع الفاتوره هو العايل. هنا بقى الرد القاطع تماما 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 لهذه النقطه. ممكن نتفرج مع بعض يا اولاد عشان خاطر يركزوا، وعندي تعليق. ايه الوزاره عملته تاني في مجموعه C3H7 لما قلت لك مفيش حاجة اسمها تتفك بروبايل بس أصل الأطول والكلام الفارغ ده؟ إن الوزارة هتجيب السؤال ده دلوقتي وإجابته الصح لما الطالب يفكه علامة الأيزو CH3 CH3 بوم بوم بوم. وهجيب لك صوت صورة دليل النموذج الثالث لكي أخرس جميع الألسنة. لقيت انتقاد كالعادة على إيه ما تعرفش. يعني أنا فاكر هضيع يعني معلش مستقبلنا وسمعتنا والعيال اللي في رقابينا واولياء الامور عشان استفيد ايه والكلام ده بتجادل ليه يا ابني؟ انا بلغت، انت شوف عايز تعمل ايه. ممكن نحل السؤال ده ويا بعض. which of the following is IUPAC ولا تفرق معاه. ماشي متشكرين يا of the responding compound. طيب اولا دي مجموعه فينايل محروقه، حرقه بنزين as a substituent لاغي. هنفكها بالطريقتين، وكالعاده يا عم اسامه هفكها الاول بالطريقه الطلبه اللي بتحبها النورمال. هبدا الفكه الاولانيه اهي بالراحه. CH3 C6H5 اللي هو حلقه فينايل، لو عايز ترسمها ماشي مش هتفرق ويايا. دبل بوند سي هبدا افكها النورمال اللي انتوا بتحبوها، صح كده يا عم جورج؟ ماشي حلو قوي. يلا نسمي. اختار اطول سلسله كربونيه متصله بعضها ببعض containing الدبل بوند. 1 2 3 انزل 4 5 6 بهدوء تام براحتنا في هذا السؤال عشان تبقى قلبك مطمن. 6 يعني هكس، دبل يعني إين. القاعدة الثانية ادي الدبل بوند أقل ترقيم. حاضر. 1 2 لكن من هنا بعيدة قوي يا دكتور. حسمت. 1 2 3 4 5 6. كم واحد بره بقى البيرنت؟ حاجتين. دي اسمها فينايل مش بنزايل، اسمها فينايل مش بنزايل. حرف البي وده الام. يلا سمع في اللجنة. كي ال ام ان او بي، فالام الاول. اذا اجابتي النموذجيه ده 2 هكسين بهدوء تام، 3 ميثايل، 2 فينايل. بس ما تيجوا نشوف اختيارات الدوله، يا ترى هنلاقي ده في الاختيارات؟ لا. بروبايل بره، داي ميثايل بره، داي ميثايل بره، 2 فينايل 3 ميثايل. اصلا الطالب استبعد دي تماما لان مش محترم الابجديه. يعني قبل ما تحل السؤال بتفلتر بالالفابيتيكال. ايه ده يا دكتور الاجابه مش موجوده؟ ايوه، لان اقسم لك بالله السي 3 اتش 7 تتفك نورمال ورا بعض او ايزو. سي اتش 3 سي اتش 3. تعالى نشوف ايه ده، ايه جمال الدولة دي، ايه ده، ايه الجمال ده، تخرس الكل. يلا بقى فكها بقى بالايزو اهو. اتفضل يا باشا. صوت صورة دليل. جاهز الهارد يا دكتور؟ هو جاهز، المهم انت اللي تبقى جاهز. سي 3 رحت عامل ايه؟ سي اتش ماسكه في ميثايل، سي اتش 3 سي اتش سي اتش 3. طبق. اختار اطول سلسله كربونيه متصله بعضها ببعض containing الدبل بوند. هروح ارقم من كده او ابدا من ناحيتها. ادي 1 2 3 4. طب ننزل هنا 4 5 او 5 مش فارقه براحتك اهو. ادي الدبل بوند اقل ترقيم. 1 2 من هنا بعيده يا اولاد. 1 2 3 4 لاغي. صح يا ولي الامر؟ ماشي. يلا الاب اسمه ايه؟ 2 بنت دبل يعني إين. ماشي. نركز قوي
كام واحد بره البرواز؟ ادي 1 2 3. كلام بيحلو. تمام. طبعا كسبنا حرف الام، يبقى نبدا بالام. ركز عند 3 اهو بالراحه، وعند 4. 3 4 داي ميثايل. مساحه يا رجاله. 3 4 داي ميثايل. وراها 3 4 دن. ها 2 فينايل. معلش يا ابويا، 2 فينايل، 2 بنت إين. يا ترى موجودة في الاختيارات لما فكتها ايزو؟ متع عينيك، متع عينيك يا ابويا. الإجابة لتر سي. ايه ده بقى؟ معلش، هم بس في الترجمة عندنا في اللغات بيكتبوا 4 ل3 مش مقصودة، عشان واحد يعلق. بص بقى التعليق، ازاي يكتبوا 4 ل3؟ معلش الترجمة بتاعت اللغات ما تقلقش، هي 3 اهو يا ابويا. لا بص، ما تشتتناش عشان عندنا كلمتين موت. عندنا كلمتين ايه؟ موت اهو. يبقى الوزارة مشيت في سياق ان الطالب اللي يفكها ايزو. ازاي يا دكتور؟ ايزو دي مش ايوباك يا ابني. ما قلنالكش تسمي في الاختيار كلمة ايزو. ايزو كومن نيم، لكن يا حبيبي هو بيقول لي صيغة جزيئية، موليكيولر فورمولا. سي 3 اتش 7 بتتفك بطريقتين يا حبايبي، يا نورمال، يا اما بقص الاتشايه من النص فتطلع سي اتش 3 سي اتش سي اتش 3 ايزو. ما حدش قال لك قول في الاجابه ايزو. ازاي تختار ايزو وايوباك؟ انت بتفكها بس ازاي؟ ادي الوزاره يا باشا. الطلبه اتعظت، فهمتوا؟ الدنيا بقت عقلانيه في دماغكم اهو. سلم لي بقى على الانبصمه. ارزع. انا فكها ورا بعض. طب ابلع، مش هتلاقي اختيارك. يبقى في نموذج 9 الكلام صارخ. مونتاج. نموذج 9 السي 3 اتش 7 الوزارة اعتمدت فك ان هي ايزو سي اتش 3 سي اتش سي اتش 3. الكلام بيحلو بيحلو. هل هنا بقى لما قلت لك الوزارة والله هتعدلها في اخر النماذج، هل حطيت لك الاجابتين تاني؟ لا، لانه ما يصحش. خلصنا من دي. صوت صورة دليل بقى، عكس اللي حصل هنا. لا ما تهنكش. موديل 3، ايه اللي حصل في موديل 3؟ وعندي اعتذار لحضراتكم. الايوباك جبنا دي، وطبعا سي 2 اتش. طبعا هنسرع الاداء لان دي حليناها. عندك طريقتين فك، سي اتش 3 بالراحه، سي اتش طبعا دي سي تريبل سي اتش. جينا عندنا يا تفكها نورمال 1 2 3. اختار اطول سلسله 1 2 3 4 5 6. 6 يعني هيكس تريبل يعني اين. ادي التريبل اقل ترقيم 1 2 3 اهو بره. يبقى 1 هيكساين. طلعها 3 ميثايل 1 هيكساين. فالطلبه بصت لقت دي. طيب ثانيه واحده، ثانيه واحده. والطالب اللي فكها علامه الايزو سي اتش 3 سي اتش اهو، سي تريبلاوي. بسرع عشان كنا جاوبناها قبل كده. فكيتها كايزو سي اتش 3 سي اتش سي اتش 3 ايزو. اختاروا اطول سلسله 1 2 3 4 كده 5 كده 5. مش فارقه ويايا. نكمل اهو. ادي التريبل اقل ترقيم بادب برجوله بانسانيه. 1 2 3 4. بس هقول لك بقى 3 4 ثنائي الميثيل داي ميثايل 1 بنت اين. فالعيال بصت 3 4 داي ميثايل 1 بوينت صح. فكان وجود عدم دقة ساعة بصوت صورة دليل اهو بالراحة. نموذج 3 دي تنفع دي تنفع. انا قلت لك اتزنقت في اللجنة، اما مش هيحصل. معلش يا دكتور انا عايز يعني السيناريو الضلمة. قلت لك قولا واحدا القناة الوزارية الرسمية اللي بنتعلم منها لان دول اجلائنا جاوبتها دي.
كان ليها تفسير في الفيديو؟ لا طبعا، عشان اليوتيوب وطبعا حقوق الملكيه ما اقدرش اوريك المقطع. يعني كان عايز المونتاج يحط لي المقطع بتاعت اجابه كيمياء عربي وكيمياء لغات. انتوا تقدروا تسيرشوا على اليوتيوب قناه مدرستنا 3. قال اجي لا، وحضرتك تبص دي بدون تفسير. اعتمدوا على ايه؟ شافوا دي فكوها النورمال عدي بس دون تفسير. فقلت لك عايز تمشي جنب الحيط، ولو طبعا ده مش هيحصل، بس انتوا عايزين تاخدوا كلمه مش هقول كلمه. بس انا تبع الدوله، انا راجل دوله كذا. لو السيناريو الوحش ده حصل، ومش هيحصل لان لو حصل هتحتسب اجابتين للطلبه. ممكن نهدى يا جماعه وما نشغلش بالنا بقى بحاجات ملهاش اي 60 لازمه. وزاره مره اعتمدت لما تفكها نورمال بروبايل صوت صوره دليل مصر كلها في النموذج الثالث. وزاره لما جينا النموذج التاسع الاجابه اللي اعتمدت لما الطالب فكها CH3CH ما تقولش كلمه ايزو، في فكه اسمها CH3CH وكانت هي الاجابه. خلاصه الامر يجي لك C3H7 تمشي الاحتمالين، هتلاقي اختيار واحد بس عندك. ده لو فرض بعد الجلجل عمالين نرغي في الاخر ولا هيجيبوها. تختار تلاقي اجابه واحده. اسوأ الظروف يا دكتور هتوزع الدرجه للطلاب، وانا اول واحد ابقى في ظهرك وشوف انا هعمل ايه، بالادب بالاخلاق بالعلم. واصله يا جماعه؟ تمام. اختم كلامي. اعتذار مني لما جيت اكتب كبني ادم يخطئ. انا اسف، انتوا عايزين واحد لا يخطئ تماما، فانا مش عندي الاوبشن ده بصراحه. اسف، وانا راجل لا اخاف، وعند الخطا اقول في خطا. وانا بكتب في النموذج الثالث نسيت اكتب 3 4 داي ميثايل، كتبت 3 بس، ما خدتش بالي من دي. اسف للكل، سوري. اعتذر لهم جامد جامد، جامد. بس انا اسف. لما ده بقى خدها سكرين شوت، ها معلش يا حبيب قلبي، متاسفين. انسان وبيخطئ. شرحت ببقي صح، كتبت اسف، كتبت بس كده ايه، نسيت اكتب 3 4 داي ميثايل. بس ازاي؟ العيون شغاله ولا الهوى. ما هو فجر علمي ساقدمه وهفضل اعلي 3 4 بس. ده خطأ طالب ولي الامر لازم يوصل ان انا قلت بقي بس انا اسف يا فندم نسيت اكتب 3,4 داي ميثايل غصب عني كضعف بشري. بس اهو صوت صوره دليل تمام. خلاص يا اولاد؟ ايوه يا دكتور بس انت قلت ان الدنيا هتتصلح. برضه يا اولاد ما احنا كده هنطول على الفاضي يا جماعه. ما ده النموذج الثالث صح؟ طيب اتصلح. هو كده ما صلحوش؟ يا دكتور هو بصراحه حطوا لنا اختيار واحد هو ده اللي احنا عايزينه. اهو وزارتك يا باشا صلحوا الدنيا. فكده انا كل كلمه انا قلتها. هذا المقطع في غايه الاهميه، ارجو ان حضرتك توصله للناس اللي لسه متغربله او عندها قلق. صوت صوره دليل من الدقيقه كذا للدقيقه كذا علشان الكل يستفيد. وبعد اذنكم نقفل قضيه C3H7 لان تم شرحها تفصيلي في 20 دقيقه هنا وياك، ومقارنه نموذج 9 بنموذج 3، والاعتذار في الكتابه بتاعتي لان ده حق لحضرتك. تمام؟